السلام عليكم متتابعين، كي دايرين؟ كنتمنى نلقاكم هذا لا فيديو بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم غنتكلم لكم على حياه المراه الثانيه اللي بدات كتغير من ضرتها وبغات تحيدها من الطريق ديالها. شوفوا هاد الحياه شنو غدير وكيفاش غتكون النهايه ديالها. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ديروا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس الاحمر باش يوصلكم كل جديد. وإلا كنتوا واجدين نبداو قضيتنا ديال اليوم. واحد الراجل سميتو عبد القادر مجوج وعنده ولادو، تعرف على واحد البنت سميتها حياة. مشى للدار ديالهم وقال لهم انا بغيت ناخذ بنتكم على سنه الله ورسوله، ولكن انا راه مزوج بالمراه ديالي وعندي وليداتي. دار حياة تردوا في الاول بحال اللي ما بغاوش، ولكن ملي شافوا بنتهم باغيه وافقوا وتزوجت حياة بهذا عبد القادر هذا اللي شرى ليها الدار ديالها، سكنها بوحدها وما خلى في ندها وما خلى ما شرى لها، كان داير ليها الخدامه وداير ليها الشيفور. المهم حياة دازت تقريبا شي عامين ما ولداتش مع عبد القادر. هذا المشكل هذا خلى الشيطان يبدا يوسوس ليها في العقل ديالها، خصوصا ملي راجلها تيجي عندها تيبقى يعاود لها على مرته الاولى والمعامله ديالها مع عائلته مع صحابه مع كلشي. واحد العشيه عيطت للشيفور، جا عندها الشيفور، ركبت قالت له غتديني الاصيله. وصلها الاصيله تقريبا ديك الساعات 7 ديال العشيه، قالت له دابا 7 د العشيه مع 10 اجي من مورايا غتلقاني واقفه في هذه البلاصه. ملي وصلت 10 ديال الليل رجع لعندها، جا البلاصه فين حطها، ولكن مادام حياة ما جاتش هو يعيط لراجلها. قال له مادام حياة رانا جبتها الاصيله دابا 10:30 وباقا ما جاتش، اشنو غندير؟ قال له واش مشات دير في اصيله؟ قال له ما عرفش. المهم جا راجل حياة عبد القادر، جا الاصيله في كاين الشيفور، قال له فين حطيتيها؟ قال له هنا في هذه البلاصه. فين مشات في كتدخل؟ قال له ما عرفش، انا كنوقف هنا وكنبقى نتسنى حتى كتجي. السيد مشى عند البوليس، مشى يدير بلاغ بالاختفاء ديال مرته. قال لهم مراتي سميتها حياة في العمر ديالها شحال في العمر ديالها، راه جابها الشيفور الاصيله دابا 12:30 راه باقا ما رجعاتش. قال له عاد من كتمشي؟ قال له ما عارفش. قال له واش عندها العائله؟ قال له ما عندهاش العائله هنايا. سولو الشيفور وقتاش جبتيها؟ قال له جبتها مع 7. وقتاش رجعتي ليها؟ قال له رجعت مورا مع 10. في حطيتها واش عارفه فين كتمشي؟ قال له ما عارفاش فين كتمشي، انا ما عمري ما سولتها. سولوا راجلها اش كانت لابسه؟ قالوا انا ما عارفش. سولوا الشيفور. اخر واحد شافها قال لهم كانت لابسه كبوط زرق ولابسه سبرديله بيضاء ودايره صاك ابيض. خداو البوليس المعلومات من عند الراجل ومن عند داك الشيفور ومشاو في حالهم. لغدا الصباح واحد الراجل كيقلب مفطرو ديال الزبل، كتبان ليه خناشي وخارج منهم الدم. السيد ملي حل الخنشه تخلع، لقى طروفان ديال بنادم بدا تيغوت وتجمعوا. امه لا اله الا الله الجمعات في ديك البلاصه هذيك. المهم جاو البوليس هزوا ديك الخناشي وداوهم الطبيب الشرعي قال لهم بلي ديك الجثه ديال امراه. عيطوا الراجل ديال حياة لان اخر بلاغ ديال الاختفاء هو ديال حياة، ما كاينش شي حد جاب بلاغ بالاختفاء ديال شي بنت او امراه. ملي جا الراجل عبد القادر راجل حياة جا عند البوليس تعرف على الجثه ديال المراه ديالو حياة. اذا شكون اللي قتل حياة؟ وحياة عاد من كانت كتمشي وشكون اللي صفاها ليها؟ تقريبا شي 3 ايام على الجريمه هذه. واحد الراجل جا عند البوليس قال لهم انا سميتي فلان الفلاني وساكن في الحومه الفلانيه. قال لهم انا كانت عندي دار سفليه بعتها لواحد المراه. قال لهم من بعد اكتشفت بلي ديك المراه اللي ساكنه عندي شوافه. قال لهم قهرتني بديك الريحه ديال البخور والريحه الخايبه وكثرت الدقان في الباب الداخل والخارج. عندها اشكال وانواع ديال العيالات اللي تيجيو لعندها. قال لهم راه فايت لي جيت درت بها شكايه. شكون راه فايت لي درت بها شكايه؟ قال لهم هاد المراه هذه الليله فاش تلقات هذيك الجثه مقطعه راه اللي كامل وشي حد كيتهرس بحال اللي تيهرس شي حاجه. قال لهم انا كنشك باللي هذيك الجثه عندها علاقه مع هذيك الشوافه. انا جيت نقول لكم باش نريح الضمير ديالي. فين ساكن؟ عطاهم العنوان ومشاو في الدار ديال الشوافه كما تيقول هو. ملي دق حلت ليه واحد البنت قال لها واش انتي مولات الدار؟ قالت لهم لا. قالت له شكون نتوما؟ قال لا احنا البوليس. ومشات كتجري عيطات لمولات الدار. ملي جات مولات الدار
سولوها بوليس واش كتعرفي واحد السيده سميتها حياه. قالت لهم شكون هاد حياه؟ قالوا لها حياه واحد السيده كتجي من طنجه تتجي لهنا لاصي. قالت لهم لا تعرف حتى شي وحده سميتها حياه، ما عمري ما سمعت بها ولا جات لعندي. المهم بداو تيقلبوا هما يلقاو ميكا كحله، حلوها كيلقاو فيها مونطو زرق وسبرديله بيضاء وصاك. اذا هاد الحوايج هادو هما اللي كانت لابساهم حياه اخر مره وصلها الشيفور الاصيله. هزوا دوك الحوايج وهزوا هذيك الشوافه وهذيك اختها اللي معاها وتا الخدامه اللي معاها، وداوهم يكملوا معاهم البحث والتحقيق ويعرفوا كي داروا هاد الحوايج حتى وصلوا لعندهم. شدوا كل وحده سولوها بوحدها، المهم كثره الاسئله عليهم بثلاثه، كل وحده وشنو كتقول كيخرجوا ويدخلوا في الهضره، والهضره ديالهم ما راكباش. كاين تناقضات في الاعترافات ديالهم. بوليس لقاو بان الدار ديال الشوافه هي مسرح الجريمه تما فين تقتلات حياه. واجهوهم بالادله كامله. اعترفت الشوافه قالت لهم انا حياه هذه تقريبا شي عام باش تعرفت عليها. اول مره جات عندي عجبتني ديك السيده وعرفت بان راه عندها فلوس كثيره. كانت دائما تجي دايره الذهب، دائما كل مره جايه دايره سلسله في شكل دايره الخواتم، ودائما كتجي معها فلوس كثيره. مهم تعارفنا عليها وتقربات منا وعرفنا بان هاد السيده راه مزوجه راجل لاباس عليه، وجات عندي باش ندير لها شي حاجه باش تخلص من ضرتها اللي كتغير منها. بغات انها تحيدها من الطريق ديالها. كانت كتقول لي خاصك ديري لي شي حاجه، انا بغيت هذا الراجل يبقى لي بوحدي، انا ما ولدت ما والو. وكنت عارفه باللي حياه ملي كتجي عندي حتى حد ما كيعرفها فين جايه، وحتى الشيفور كما قالت حياه ما تعرفنيش فين ساكنه ولا فين جات الدار ديالي ولا حياه اصلا جايه لعندي. قالت لهم نهار الجريمه جات حياه مع شي 7 وشي حاجه كانت عندي في الدار، جات لابسه داك المونطو الزرق وهذا الصف دايره سبرديله ودايره تقريبا الذهب ديالها كامل. حنا كنا مقررين، حنا اصلا كنا متفقين انا واختي والخدامه اننا غادي نصفيوها ليها وناخذوا ليها داك الذهب ديالها مادام حتى شي حد ما كيعرفها انها جايه لعندي. قالت لهم غير دخلات جلست شربت اتاي، دازت اختي من موراها كضحك معاها وهي تشد الزيف وقجاتها. ملي تاكدنا باللي صافي راه السيده ماتت حيدنا لها داك الذهب ديالها خبعناه. قالت لهم عمليه ديال القتل جاتنا سهله، ولكن ملي لقينا جثه في الارض محطوطه ما عرفناش كيفاش نديروا ونتصرفوا فيها وكيفاش نديروا نخرجوها. داكشي علاش قررنا اننا نقطعوها، درناها في الخناشي وخرجنا لحناها في الطارو ديال الزبل البلاصه فين لقيتوها. هاد الشوافه واختها والخدامه حكموا عليهم بثلاثه بالاعدام تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. كانت هذه هي القضيه ديالنا ديال اليوم. خلوا لي التعليقات ديالكم والاراء ديالكم. السلام عليكم، نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.